عزيزتي المشاهدة، عزيزي المشاهد، أهلا بكم في نشرة الحياة حكايات، وحكايتنا عن الأولمبيات. فبالعند في اليابان قلنا نعمل أولمبيات احنا كمان. وده كان موكب افتتاح البطولة اللي كان ماشي على الدائري لغاية نزلة الماريوطية. وزي ما انتم شايفين العوامة هي دي التميمة، وده صاحب التميمة هو اللي جه يقدمها لنا بنفسه. ومن ضمن العروض كان ركوب الخيل واستعراض الهجن على الشاطئ. ومن الجدير بالذكر ان الاداريين يا جماعه بتوع الفرق المشاركه يعني ما قصروش. يعني الحاجه لميس الاداري بتاع فرقه الساحل الشمالي طلعت تجري على طول عشان تجيب لهم الكنزايه اللي عليها تخفيض. لازم تاخد بالها من اللعيبه بتوعها طبعا. وطبعا الكابتن نحمده المدير الاداري بتاع فرقه صفت اللبن ما كدبتش خبر، هي كمان طلعت تجري وتجيب البطيخ على قد ما تقدر عشان اللعيبه تطري على قلبها. Go, 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 shorty. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. وفي بدء مسابقات لعبه زحليقه تش قامت اللعيبه هيام سيب مناخيري بعمل زحليقه مع الدوران قبل التش على طول، وكانت فعلا يعني على مستوى عالمي يا جماعه. اروح اغير جو واشوف الفيش، عاوز اعوم في الميه، عاوز اعمل كش. والجدير بالذكر ان العنايه الالهيه انقذت لاعب منتخبنا لزحليقه تش الكابتن مجدي كراويه، لكن الحمد لله ربنا ستر. ابقى نور النور يا مجدي وانت نازل. في سباق السباحه مسافات قصيره عمق كلابي الحاجه ام خالد خدت الميداليه الذهب ب3 ضربات يمين وشمال ونفس في النص. كما قام فريق البساتين لجمباز الايقاعي بالتدريب والاستعداد للبطوله على اكمل وجه. أما في مسابقات العجل فقد خرج من الأدوار التمهيدية الحاج أبو نادر لإصابته أثناء المسابقة، وإصابة نادر لما داس عليه بالعجلة. انسحب اللاعب جمال جميل من منافسات سباق السيارات وقال ماليش دعوة، أنا مش لاعب تاني. وأما عن مسابقات النهائي الكاراتيه فتم إلغائها، لأن اكتشفنا إن جزء اللعيبة اللي بيلعبوا أول وتاني دون الأهلية وعايزين شهادة معاملة أطفال. أولمبياد دي بقى ولا مش أولمبياد يا بتوع طوكيو؟ عموما خلصت نشرتنا، لكن لسه حكاياتنا بعد الفاصل حكاية من حياتنا هنشوف فيها كنا إيه وبقينا إيه. ما هو الحياة حكايات. كنا واحنا شباب لما نبقى في مواصلة عامة ويطلع حد عجوز أو واحدة عجوزة نتسابق مع بعض على مين يقوم ويقعدوا مكانه. كان لما يقعد يدعي لنا وكنا نحس ان الدعوه مستجابه وان هنلاقيها قدام لما نوصل احنا كمان للسن ده، وهنلاقي ناس تساعدنا. هي دي كانت الحكايه. يا ترى الحكايه بقى شكلها ايه دلوقتي؟ ما تيجوا نشوفها. السلام عليكم. مش ده برضو اتوبيس المغربلين يا شباب؟ الحمد لله. يا ظهري شادد اللمباب. ناقصاكم شو العواجيز ده بقى؟ مفيش حد يقوم لابويا ولاد، ظهري وجعني.
انت يا حبيبي يا ابو وش سمح يا اللي ماسك السبحه. بقى كده ايه ده؟ هما كلكم من بنها كده؟ يعني ايه مفيش حد فيكم عنده شهامه يقوم للراجل العجوز؟ خليك هنا يا حاج، ما تدخلش جوه. الله يبارك لك، تسلم يا حبيبي. انا 7 محطات وهقعدك مكاني. 7 محطات ايه ده؟ يبقى اخر الخط. حبيبي يا حاج. حبيبك ايه؟ امال لو بتكرهني كنت عملت ايه؟ ابو الكباتن كابتن العسل ده الخشونه بتاعت ركبي شد علي. ركبي يا ركبي يا خشونتي. ايوه يا اسطى. بص اسمع، انا عايزك في مشوار يا اسطى كده، في راجل عجوز واقف فانا مستني بس الناس لما يقعدوا. ارغي في اي مشوار بقى يا اسطى، ما تغلس. وانا قدكم كنت بقوم لاي حد عجوز. الدنيا سلف ودين، مفيش حد يقوم لبابا. انا زي ابوكم. تصدقوا انتوا فعلا شباب يعني تعبان، انتوا مفيش ولا واحد عنده يعني اخلاق. ما انتوا لو مثقفين كان يبقى عندكم اخلاق، لكن انتوا عشان قله الثقافه والتعليم بقيتوا بالمنظر ده. راجل عجوز قد ابوكوا كده مش نقوم له؟ قول لهم والنبي يا ابني. لا اله الا الله. فعلا ما هو قله الثقافه هي اللي عملت في الناس كده. ما هو لو في ثقافه كان يبقى في اخلاق. الله يبارك لك في ثقافتك. بقول لك يا حاج ما تدخلش جوه، خليك واقف. انا قعدك مكاني يا حاج، قدامي بس 7 محطات وقعدك. ما تقلقش يا حاج، خليك واقف ثواني بس. ايه 7 محطات انت كمان؟ ثقافة يا شباب، الثقافة يا ناس. ثقافة حلوة مفيش كلام. هقول لك ايه، ما انت ثقافة ميجيجي. ده مش اتوبيس المغربلين، ده اتوبيس المستهبلين. عندك حق يا حاج، الناس نسيت ان كما تدين وتدان، وبكرة تحتاج اللي يساعدك لما تبقى عجوز انت كمان. عموما تعالوا نغير الحكاية عشان الحياة تبقى أحلى. ما هو الحياة حكايات.